السلام عليكم. محمد كورتي، رئيس المنتدى الوطني لحرية حقوق الإنسان، أحد فعاليات ديال مدينة الدار البيضاء. بطبيعة الحال هذا الإشكال ولا هذا المخدر ديال البوفا في حقيقة راه خالق واحد المشكل كبير عند الشباب والشابات ديال المغاربة، سواء هنا في الدار البيضاء أو في مختلف الربوع ديال المملكة. هذا المخدر هذا في الحقيقة يعني اش غادي نقول لك، هذا المخدر هذا راه لك الشباب والشابات المغاربه، راه يعني كتشوف بان الناس المبليين اصاحبي راه ولاو كيبيعوا الجسد ديالهم وكيبيعوا حوايجهم ويعني وكيشفروا لوالديهم وكيشفروا على برا باش انهم يتخدروا. وكتعرف خصوصا ان هذا المخدر ولا في المتناول 50 درهم 60 درهم للغرام، راه ولا كيبان لهم عادي، ولكن راه كل 15 دقيقه خاص هذيك الدريه ولا داك الدري اللي كيسني فيه خصو يعاود يسني فيه من جديد، وبالتالي خصو 200 درهم، خصو 300، خصو 400، يمشي حتى 1000 درهم وكثر في النهار، يعني حتى 2000 درهم في النهار. وبالتالي هذه الظاهره ديال الكريساج كيفاش كتكثر في الشوارع، وهذا الشيء النشل وهذا الشيء ديال الخطفه وهذا الشيء اللي كنشوفوا ديال المطر ومن غيرها ديال الضريب بزاطم وكا في الاسواق هذا الى غير ذلك. وبالتالي حنا كندقوا ناقوس الخطر كحقوقيين، كنقولوا اللهم ان هذا منكر، راه لا يعقل باش الشباب ديال الغد والجيل ديال الغد اللي غيبني البلاد وغيبني المغرب راه سير كيتخرب، راه سير كيتهدم وكل شيء كيتفرج. هذا هو المالور، هو هذا. حنا رفعنا صوتنا واحد العدد من المرات، ولاحظتوا مؤخرا ان طلبنا من البرلمان انه يطرح اسئله، ولو ان كان واحد يعني سؤال يتيم يطرحوا واحد البرلماني على وزير الداخليه في هذا الصدد هذا، يعني كان تجاوب معنا مع الصوت ديالنا اللي رفعناه، ووزير الداخليه جاوب وعطى الاحصائيات وعطى الارقام وعطى هذا، ولكن داك الشيء ما كافيش. حنا ما كنحطوش اللوم كله على وزاره الداخليه وعلى السلطات المحليه والامن وهذا، حنا بغينا الحكومه كلها تخدم. يعني فينا وزاره التشغيل بالنسبه لهاد الشباب هادو؟ اشنو داروا لهم؟ وجدوا لهم شي مصانع، وجدوا لهم شي يعني شي شركات، وجدوا لهم شي مراكز ديال التكوين بالمجان فين هذا، واش شافوا الهدر المدرسي فين كاين، واش شافوا يعني واش هاد الحكومه الميزانيات ديالها فين كتمشي؟ انا تنقولها بالنص ديال هاد الميزانيات اللي كيصرفوا اليوم يمكن لهم يقضيو على البطاله ويقضيو على الهشاشه ويقربوا منهم الشباب ويزيدوا دور الشباب ويزيدوا مراكز ويزيدوا هذا، فين يستقطبوا هاد المراهقين وهاد المراهقات. وفين هو هاد المراكز ديال الادمان او معالجه الادمان؟ فين هي؟ راه كنشوفوا هاد المراكز هذه راه كتدخل لها عن طريق باك صاحبي، راه ما عندكش ما تدخلش. راه حنا شفنا كيفاش ان التنسيق ديالنا مع السلطات المحليه والامنيه وكمجتمع مدني بالنسبه لهذوك المدمنين وهذوك المختلين عقليا ملي كنبغيو نديهم للسبيطارات باش يتعالجوا، راه ما كاين باك صاحبي يا المعلم. باش نكونوا واقعيين، وهذا الشيء ما خصوش يكون، هذا الشيء ما خصوش يكون. كيجي الطبيب الله في الاخر ديال الورقه كيدير لنا باد بلاص، ايوا باد بلاص هذاك المختل العقلي غندي عندي للدار انا، غادي الشارع غادي يأويه. راه الدوله اللي خاصها تتحمل المسؤوليه ديالها، الدوله اللي عندها الميزانيات، اللي عندها الاطر، اللي عندها الكفاءات، عندها اللوجيستيك، عندها الفلوس، عندها كل شيء. كيفاش لا تخليو اللوم على المجتمع المدني وتخليو اللوم على التضامن، حيت انه كاين التكافل كاين التضامن عند المواطنين المغاربه، صافي نلوحوا لهم كاع الهم. حنا ديك الميزانيات نديهم نقريو بها ولادنا على برا في كندا وفي امريكا ويعني في دول اخرى ونتبرعوا بها ونديهم منتجعات في هذا الصيف، نديهم هنا ونديهم هنا، يا وليدات ديال الشعب صافي نخليو لهم بوفا. هادشي راه ماشي معقول. حنا كحقوقيين تنقولوا وكنعاودوها، راه الامن بوحدو والدرك بوحدو راه ما غيقضي لنا حتى حاجه. راه حنا كنشوفوا كيفاش الامن كيدير الحملات، كيشد عباد الله كيديهم الحباسات، ومن الحباسات كيخرجوا عاوتاني مأطرين قادين مصيبين، هما هادوك كيخرجوا محترفين. يا ومن بعد وهذوك الدراري تما تلبس لازم اللي كنتكلموا معاهم الناس اللي كيبيعوا يشريو تيقول لك اودي حنا اصلا هادشي ما خصوش يكون، حنا رافضين انهم يبزنوا انهم يخرقوا في هادشي، ولكن تيقول لك اودي ملي تندخلوا للسجن وتنخرجوا بالسجن بالدبلومات علاش ما كيخدموناش الدوله؟ فين هي المؤسسه ديال اعاده ادماج السجناء؟ فين هما هذيك الميزانيات اللي عندها؟ يلا باش يمولوا هاد الشباب هادو فين هي؟ علاش السيد كيخرج بالدبلوم ديالو وما يخدمش؟ علاش السيد كيخرج بالدبلوم ديالو كيبغي يمشي للشركه ولا مقاولات تيقول لي جيب حسن السيره والسلوك، ايوا تعاقب في الحبس وتعاقب على برا؟ راه الدوله خصها تخدم كلها، والوالدين خصهم حتى هما ينخرطوا في هذا الشيء وراقبوا وليداتهم. راقب بنتك ولا ولدك الا كان بغى الفلوس بزاف خص تعرف الفلوس بزاف اش بغاهم الى غير ذلك. الى وليداتكم شفتوهم بان السلوك ديالهم تبدل وتغير، يعني والتصرفات ديالهم تبدلات، ولاو عنيفين، ولاو معزولين، ولاو سادين عليهم، ولاو باغيين الفلوس، ولاو هذا، خاصك تعرفوا هاد الوليدات مالهم وراقبوهم. راه الوالدين عندهم واحد الدور كبير، راه الاسره تخلات على الدور ديالها، المدرسه تخلات على الدور ديالها، ولو ان الدوله فرغتها وفرغت الاستاذ من المحتوى ديالو وحيدت ليه القيمه ديالو. نكونوا واقعيين، حنا كمجتمع مدني، كجمعيات ديال الاباء، كشرطه مدرسيه الى غير كلشي يخدم،
كلشي خصو يخدم اصاحبي في هذا الشيء، راه ماشي سهل، راه حنا كندقوا ناقوس الخطر عباد الله، راه اللي كيتفرجوا فينا دابا عبر الموقع ديالكم محترم، راه يمكن ولدك ولا بنتك غدا تكون دير البوفا، ويمكن دابا كدير البوفا، ويمكن دابا راه خارجه مع واحد كيعرفها ولا مع دريه غاده بها باش تسنيفي، تقول لي جربي باش تعيشي مزيان وتضحكي وتنشطي، وهذا غدا راه غتولي مبليه، راه ما خصناش نتفرجوا لا الناس اللي في القهاوي لا المجتمع لا كل شيء، خاصنا نخارطوا في هذا الشيء هذا ونزيدوا ندقوا ناقوس خطر. ها هو دابا المجتمع اليوم كيتكلم على الظاهره، فين هي الحكومه عباد الله؟ علاش الحكومه ما تنزلش بالناس ديالها بالثقل ديالها بالميزانيات ديالها، تكون سياسات عموميه تقرب من الشباب ومن المراهقين، ولا تكون المراقبه راه الدور ديالها. علاش هما ملي كتكون الحملات الانتخابيه كينزلوا كتلقاهم يدوروا عند الناس ويعنقوا هذا مخنن يبوسوه وهذا عوج يعنقوه، ايوا خرجوا دابا شوفوا راه وليدات الشعب اللي صوتوا عليكم ها ممحنين، راه الميزانيات ولاد الشعب عباد الله. اللهم ينظم الكر، علاش هادشي ما يكونش؟ علاش بالحسيمه ملي كان الحراك الحكومه كلها نزلت الحسيمه والناس رفضوا يستقبلوهم، اسيدي حنا نستقبلوكم، جيو عندنا جيبوا الميزانيه، شو قلنا اش خاصكم، في كاين المشكل، هاد الشباب المشكل ديالو في كاين، شنو نديروا؟ احنا مستعدين ان نجاوبوا معكم، نعطيكم اقتراحات، نعطيكم هذا ولكن نزلوا عندنا. اما باش تبقاو تشرعوا نتوما وتقادوا في واحد يعني كما كنقولوا في قاعات مكيفه، قاعات اللي فيها فوطايات وهذا والماء ومقادين وصايبين وتشرعوا وتقادوا، داك الشيء راه ما خدامش، راه ما عطاش الاكل ديالو. الاكل كيتعطى باشراك ديال السكان واشراك المجتمع المدني، نزلوا عندنا. الا ما بغيتوناش حنا ولاد الشعب نكونوا في المجالس ونشرعوا ونكونوا في البرلمان ونشرعوا، وعلى الاقل يرجعوا عندنا واستشروا معنا، راه يمكن هذيك الميزانيات غتمشي في الطريق الصحيح ديالها. واللهم ينظم الكل. انت كتشوف اصاحبي كيفاش يعني جلاله الملك يعني بالمرض ديالو بالحاله الصحيه ديالو كيكافح وكيناضل وكيتحرك وكيخرج ويدير خطابات ويدير تدشينات ويدير هذا كيكا صاحبي، وانتم بصحتكم دابا مزيان والميزانيات موجوده وكل شيء موجود صاحبي، ما تنزلوش عندنا، ما تنزلوش عند المواطنين، ما تشوفوش المشاكل ديالهم. هذوك المختلين عقليا دابا اللي دايرين في الشوارع شكون غيكون بهم؟ انتم كدوله، انتم كحكومه، هذوك البنيات الصغار مساكن اللي دايرين دابا في الشوارع كيمارسوا عليهم العنف وكيمارسوا عليهم الجنس وكيحملوا وكيلوحوا في الشوارع، راه انتم المسؤولين عليهم كحكومه، لان انتم عندكم ميزانيات، انتم خصكم تحميوا المواطنين. هذوك الوليدات الصغار اللي ما عندهم لا مأوى، ما عندهم والدين، ما عندهم حتى حاجه وكيتمارس عليهم الجنس، ومساكن ما لاقين ما ياكلوا ما لاقين ما يشربوا، انتم كحكومه اللي مسؤوله عليهم امام الوطن، امام المواطنين، امام جلاله الملك، امام الله عز وجل. حنا راه كندقوا ناقوس الخطر، دورنا كنديروه كفعاليات مدنيه كفعاليات حقوقيه، كنرفعوا الصوت ديالنا، حنا مستعدين كابناء الشعب اننا نتواصلوا معكم، اننا نعطيوكم اقتراحات، نعطيكم الاراء ديالنا، نقول لكم ها الخلل فين كاين، هذيك الميزانيات كلها اللي كتمشي يمينا ويسارا رغم انها واحد شويه راه غادي تقضيو الغرض. وبغينا على مستوى كل العماله في المغرب يداروا مراكز محاربه الادمان، وداروا مراكز اللي غادي يقويو هذوك المختلين عقليا باش نحدوا من هذه الظاهره هذه، لان داك الشيء اللي كنشوفوه راه لا اله الا الله محمد رسول الله. حاجه اخرى، هذه البوفه هذه راه ما كتكلموش غير على الدراري، كتكلموا على الدريات. وصاحبي ملي كتلقى بنيه تتمشي عند هذاك السيد اللي كيبيع هذه المصيبه هذه وتتقول له راني بغيت هذا وبغيت سنيفي، وهذه ما عندهاش، يقول لها طلعي ولا دخلي، يعني كتعطي الجسد ديالها صاحبي باش دير هاد البوفه، باش تجيب بليزير ديالها، الجسد ديالها كتعطيه بنيه في ريحان الشباب عباد الله اللي كتسناوها غدا تكون ام وغدا تكون مربيه وغدا تخرج لنا وليدات ديال هذا المجتمع ديال المستقبل، يعني كيمشيو يمارسوا عليها وكل شيء ساكت. اللهم ينظم الكر، راه السكوت راه ما خصوش يكون. اليوم نتوما كاعلاميين كتقوموا بالدور ديالكم، حنا كفعاليات كحقوقيه اليوم كنرفعوا الصوت ديالنا. وفينا هي هذه الحكومه؟ فين هما هاد المسؤولين اللي غينزلوا دابا ويتجاوبوا معنا ويقولوا اللهم ينظم الكر؟ نشوفوا وليدات الشعب، هاد الشعب راه صوت علينا، هاد الشعب راه حطنا في المناصب، هاد الشعب راه بسببه باش دابا عندنا الميزانيات، باش حنا كنصرفوا، باش حنا عايشين مزيان، باش عندنا الطوموبيلات، باش عندنا المازوت، باش عندنا الامتيازات، باش عندنا الفيلات، باش كنقراو ولادنا على برا. وعلى الاقل ونزلوا عند هاد الشعب شويه نتقوا الله فيه واحد شويه باش الامور تمشي بخير. وعلى هاد الشيء كنقولوه من اجل بلادنا، راه كنقولوا هذا الشيء من اجل الوطن، راه ما حنا كنضربوش شي جهه على جهه. راه كما قلنا قبيله الا كان وزير الداخليه يعني جاوب في البرلمان راه بالفعل الجواب ديالو راه منطقي وواقعي. علاش؟ لان عنده سلطات محليه كتخدم التيران، الامن راه تيخدم التيران، الاجهزه ديالو ها هي كاينه في التيران، ولكن راه ما كافياش. راه حكومه راه فيهاش وزير الداخليه بوحدو، راه فيها وزير التشغيل، راه فيها التكوين المهني، راه فيها الاستثمارات، راه فيها العجب لك حاله صاحبي، راه عدد ديال الوزارات بقينا كنسمعوا الوزارات تتلفنا.
اللهم ان هذا منكر. فمن هذا المنبر ديالكم كنطالبوا من المسؤولين في هذه البلاد انهم ينوضوا يحاربوا هذه الظاهره، وماشي هذه الظاهره، ظواهر اخرى باش يحاربوها، ينزلوا سياسات عموميه حقيقيه على ارض الواقع، ينزلوا لي بيجي وتشاوروا مع الناس وتواصلوا مع الناس اشنو خاص، اشنو نديروا، اشنو ما نديروش، وراه غادي يجيب الله التيسير. وتحيه طيبه وتبارك الله عليكم.